بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل كبسة الفراخ في الحلة الواحدة، هتوفر عليكي وقت ومجهود كتير جدا جدا، واكلة جميلة وسريعة وجميلة جدا. اول حاجة عندنا حلة هنحط فيها شوية زيت، تمام، على نار متوسطة. اول ما الزيت يسخن هنحط فيه التوابل بتاعتنا، لومي وورق لورا وفلفل اسمر، حب كده وقرنفل، تمام. وما كانش عندي قرفة عيدان، حطيت سنة قرفة مطحونة، تمام. بعد كده هنعلي النار ونخلي الفراخ تاخد صدمة على الناحيتين، تمام كده. ما تهديش النار عشان الفراخ ما تلزقش منك، تمام. اول ما الفراخ بتاعتنا بقى تاخد صدمة على الناحيتين هنكون غاليين عندنا، زي ما انتوا شايفين هي خدت صدمة على الناحية، هنقلبها على الناحية التانية. هنكون غاليين عندنا لتر من المية، تمام. ما تحطيش على الفراخ مية باردة، مش هتديك النتيجة المطلوبة، تمام كده. زي ما انتوا شايفين ممكن تغمقي اللون اللي هتاخده عن الناحيتين عن كده، بس انا بحبها كده. بعد كده حطيت سنة فلفل اسود مطحون، وعندي بصلايه كبيره بشرها زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تبشرها في الكبه او تخرطها على ايدك زي ما انت حابه، تمام. ولو عندك صلصه حطي معلقتين، تمام، او ممكن تبشري طماطمتين فريش لو بتحبي الحاجه الفريش. انا طبعا بحب الحاجه الفريش اللي بتدي طعم حلو جدا، فكنت هنا بشره طماطمتين زي ما انتوا شايفين كده، احطهم عليها. اول بقى ما الطماطم كده والبصله اللي احنا حاطينها تتسبك كده وتاخد لون، هننزل عليها بالميه المغليه زي ما انتوا شايفين اهو اتسبكت معانا. هنزل عليها بلتر من الميه المغليه، تمام. واغطي على الفراخ بقى واحط لها الملح الاول. ظبطي ملحها، انا حطيت هنا نص معلقه ملح كبيره، انتي ظبطي الملح بتاعك زي ما تحبيه، تمام. واغطي عليها واسيب الفراخ تستوى سوا كامل. يلا يا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا انا حطيت الملح وسبت الفراخ تستوى سوا كامل. في الوقت ده هي كانت استوت، هنشيلها بقى من الشوربه، هي خدت السوا بتاعها كامل، تمام. هبتدي بقى نشيلها من الشوربه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. مش هتاخد منك اي وقت، لو جايه من الشغل مستعجله مش هتاخد منك اي وقت. وطبعا احنا غاسلين الفراخ بتاعتنا قبل ما نطبخها طبعا بالطحينه زي ما انا قلت. الطحينه بتشيل اي زفاره للفراخ. هنا بقى حطيت نص معلقه من الكركم او الكاري لو عندك، تمام. وهنزل بنص كيلو من الرز البسمتي اللي هو رز الكبسه، انا غسلاه ومصفياه كويس، تمام. لو حابه عيلتك اكبر من كده تضعفي المقادير ضعفيها، ممكن تعملي كيلو. هو الرز ده بيحتاج ميه زياده او شوربه زياده عن الرز المصري. الرز المصري لكل كوبايه رز كوبايه ميه، انما ده ممكن يحتاج لكل كوبايه رز كوبايتين او كوبايه ونص ميه حسب نوعيه الرز اللي انت جايباه، تمام. اهو انتوا زي ما انتوا شايفين انا مزوده هنا الشوربه اهوت على الرز، لان قلتلك بتحتاج شوربه زياده او ميه زياده عن الرز المصري. هنا بقى عندي معلقه من الكاتشب ومعلقتين من الزيت وشعرة فلفل اسود، وهدهن الفراخ وادخلها تحت الشوايه تاخد لون جميل جدا جدا كأنها مشويه بالظبط. الكاتشب والزيت بيدي للفراخ لون جميل جدا جدا. حطها تحت الشوايه بقى تنشف كده وتبقى جميله، تبقى كأنها مشويه. زي ما قلت لك الطبخه دي مش هتاخد منك اي وقت وهتخلص على طول باذن الله. يلا يا حبيبتي انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار اي حاجه جديده انا بعملها. وتعليق حلو منك هيفرحني ويخليني استمر ان انا اعملك وصفات جديده. اهو زي ما انتوا شايفين كده دهنتها وكنت مولعه الشوايه بس، تمام. هدخلها بقى تحت الشوايه هتاخد اللون الجميل اللي هيخرج لكم ده، والرز هيكون اتشرب معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده بقى انا كان عندي زبيب، هحط له شويه زبيب، مش عندك خلاص، بس هو بيدي طعم حلو جدا يعني للرز البسمتي. ولو عندك مكسرات ممكن تحطي، بس انا استكفيت بالزبيب. والفراخ هنا كانت خرجت من الفرن، شايفين واخده لون جميل ازاي. ههدي عليه بقى في الوقت ده واسيبه يتردد زي الرز المصري بالظبط. شايفين قد ايه هو كده استوى، كان مفلفل ولامع وجميل جدا جدا وكان طعمه جميل جدا. هو زي ما قلت لك ما خدتش مني اي وقت، لو مستعجله اكله قيمه وحلوه وسريعه وهتخرج بالجمال ده. شايفين قد ايه حلوه وجميله. يلا حبيبتي قومي اعمليها، مش هتاخد منك اي وقت. مع السلامه.